آه، دكتور صباح، كيف تنظرين اليوم المرأة العراقية ودخولها في العملية السياسية؟ أعتقد أن المرأة العراقية قادرة ولها عزيمة وإصرار في أن تدخل ضمن كل العمليات الحياتية، مثلما دخلت ونجحت في الحياة التربوية والتعليمية. هي قائدة ورائدة وواعدة في دخولها للعالم السياسي، وإن كان الموضوع يتعلق بالكوتا وتمثيل المرأة ب 25%، لكنها بعض الشيء أعتبرها مفيدة، لأنها تقوم العمل السياسي، خاصة إذا كانت امرأة قيادية بالفطرة، وتنمي ذلك من خلال تواجدها في العملية السياسية. كيف تنظرين اليوم للصور والبوسترات ما موجودة في بغداد؟ ربما المرأة الجميلة اليوم حتى عليها رغبة من قبل الشارع العراقي. نعم، لم لا؟ الشكل الجميل والمرأة الجميلة مرغوبة، لكن لا يكفي وحدها الجمال. إضافة يجب أن تكون إلى الشكل الجميل، أن يكون علمية، أن تكون هنالك رصانة، أن تكون هنالك قيادة، أن يكون هنالك تاريخ مشرف. عندما تدخل إلى العملية السياسية لا تكون بقعة سوداء فقط بشكلها، وهذا يعطل المقعد البرلماني. مهم جدا عليه أن يتبوأه الإنسان، لا المرأة فقط، الإنسان الكفؤ، وخاصة إذا كانت امرأة كفؤة. هذا أنا يعني أعتقد إضافة نوعية إلى البرلمان. هناك حادثة ربما مشهورة حدثت بسببك، اصطدام عجلتان في الكرادة. لا أعرف أنها حدثت بسبب تلك الاصطدامات، لكن أعتقد أن الشكل الجميل هو يثير بعض الشيء لدى الموجودين، لكنه شيء لطيف جدا أن يعني يفضل الناس الشكل الجميل. ربما لكن يعني الشكل الجميل اليوم يعطي أكثر ما أعطت السياسيين من خدمات وما شابه ذلك. ربما هنالك وجوه قبيحة كثيرة، لا بس أن يكون هنالك وجه جميل. العراق يفتقر إلى الوجوه الجميلة.